السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز، شغل الهاند ميد فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك، عدينا ال100 موديل على القناة. ما تنسيش عندك اكسسوارات كتير، كنز اكسسوارات يا بنات. يا ريت لو انتي متابعاني فضلا وليس امرا يا قمر، حطي لي يلا لايك كده على الفيديو وتعليق كده حلو منك يشجع طنط هناء ويكبر قناتنا بامر الله. ولو انتي اول مره تدخلي عندي من فضلك ما تنسيش تعملي لي اللايك وتعملي لي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. طيب احنا النهارده جايين نعمل ايه يا طنط هناء؟ احنا النهارده جايين نعمل الكره القمر دي اللي بتتعمل في البطانه بتاعه الشنط. البطانه دي انا عملتها عند خياط، مرضتش، انا ما بحبش الكيس ده يتعمل غير بمكن، يعني انا عايزاه يتعمل في مكنه. ليه؟ علشان الشغل ده يبقى نضيف. الجزئين دول اللي بيتعملوا دول بالشغل العادي كده بيبقى شكله مش حلو يعني. فانا بحب اعملها على مكنه، انما لو البطانه العاديه ما بتبقاش باين فيها اي خياطات، ممكن ان انا اعملها في البيت مفيش مشكله. تمام. طيب احنا النهارده عايزين نعمل الكره دي. هتقولوا لي القماش ده ايه؟ ده قماش ستان بتاع العرايس. انا رحت قلت له انا عايزه قماش ستان بتاع العرايس، لان انا شفت اشكال والوان. لما قلت كلمه بطانه، عايزه اعمل بطانه للشنطه، وروني اشكال والوان، حاجات خشنه كده وحاجات مش اللي هي ما ينفعش يتعمل بيها كيس كده، فاهمين؟ لازم تكون حاجه شيك، حاجه خامتها عاليه علشان تبان شكلها حلو، لان هي هتبقى بره الشنطه، هي مش بطانه جوه الشنطه مش باينه، دي بره الشنطه، يعني هي دي باينه من الشنطه، فلازم تبقى بماتيريال عالي وشكل كده حلو. فلما لقيت الاشكال والانواع مش عجباني فطلبت ان انا عايزه طب ستان بتاع العرايس بقى، هات لي ستان بتاع العرايس انا هشتغل بيه، اعمل بيه بطانات. اي نعم اتكلفت اكتر من اللي انت بتشتريها من بره، يعني انا سألت كتير عليها، بس مش طبعا مش القماشة الحلوة دي، بيبيعوها ب50، انا كلفتها حوالي 70 خياطة وقماش. فانا عندي ادفع فرق 20 جنيه وانا كنت كمان متفقه مع العميله على 50، فمش مشكله يعني. انا ما برجعش في كلامي لما بتفق مع حد، حتى لو رحت ولقيت الخامات اعلى ما ينفعش ان انا ارجع في كلمتي. المهم الحاجه بالنسبه لي تبقى ايه؟ شيك وحلوه. على فكره احنا لو عملناها جمله، يعني انت لو مشروع وجبتي بقى قماش كتير ورحتي عند خياط اتفقتي معاه ان هو يبقى مشروع بالنسبه لك، اكيد هتبقى اقل من كده بكتير، بس هي جت معايا كده بقى مفيش مشكله. المهم ان هي تعجب العميله يا رب وتتهنى بيها، اللهم امين يا رب العالمين. طيب النهارده عايزين نعمل ايه؟ نعمل الكوره دي. هعملها بايه؟ هعملها بخرز لولي مقاس 8، ده برضو اولاد مزار يا بنات، انا ما بشتغلش غير بيه بقالي مده كبيره، وخيط مقاس 60، والمقص بتاعك تمام. ومحتاجه ولاعه عشان الستان لو في اي حاجه اي فتله كده طالعه اعمليها بالولاعه علشان القماش ما ينسلش منك. تمام. ويلا بينا نعمل الكرة بتاعتنا. نبتدي بقى ونسمي بسم الله، هي سهله خالص ما فيهاش حاجه، بس انتوا طلبتوها برضو مني كتير فقلت طالما هتتعمل يبقى نعملها مع بعض بالمره. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. هتجيبي 5 خرزات في الاول، اهو 5 خرزات، 1 2 3 4 5 تمام. واربطي
تمام. وبعدين هكمل برضو بغرز خماسي. انا واقفه على خرزه، هحط 4 خرزات، 1 عشان اكملهم 5، 2 3 4. تمام. وبعدين هدخل وقفيها كده عشان تمشي بقى ايه في خرزه خرزه. من تحت كده هتخشي في خرزه، معاكي 2 هتحطي عليهم 3. وبعدين ادخل في اللي جنبيها برضو معايا 2 هحط 3. ادي رابع غرزة، هدخل في واحدة هحط برضو 3. اخر غرزة هدخل فيها اهي، وهطلع في اللي في الجنب واحط خرزة، لان انا كده معايا كام؟ 1 2 3 هحط 2. تمام كده خلصت اول سطر. انا واقفه على خرزه، انا هدخل في الخرزه اللي جنبيها اللي هي علامه الواي اللي انتوا شايفينها دي، هدخل في اللي جنبيها اللي هي التوأم بتاعتها. تمام. هدخل كده معايا كده خرزتين، عايزه اكملهم برضو 5، هحط 3. تمام. وبعدين هدخل في الاتنين اللي جنبها هنا بقى، في كل مرة هدخل 2 اهو. دخلت في 2 يبقى معايا بين الخيطين 1 2 3، يبقى فاضل لي 2. وبعدين هدخل في الاتنين اللي وراه، معايا برضو 3 هحط 2. هدخل في الاتنين اللي وراه، معايا 3 هحط 2. اخر 2 هدخل فيهم، وبعدين هطلع في واحدة في الجنب، يبقى انا دخلت كده في كام واحدة؟ 1 2 3 4، هحط واحدة وكده الكرة بتاعتنا خلصت. بس انا مش هحط الواحدة بقى دي دلوقتي. هعمل ايه؟ هجيب البطانة بتاعتي تمام، وامسك الستان اللي من هنا ده وافضل اربطه كده لغايه ما تبقى ربطه كبيره اهي. تفضلي تربطي لغايه ما ايه تكبري الربطه كده، وبعدين دخليها في اخر غرزه انت بتعمليها، وبعدين حطي الخرزه واربطي عليها.
يشد كده ما بتطلعش. عايزين نكبر الربطة كمان مرة. كده تمام. دخليها جوه وارجعي اقفلي عليها كده. ايه اهي مش ممكن تطلع. هتربطي تاني. ادخل العقدة جوه اهي، ادخلها كده في النص كده مش باين. تمام. لفي بقى حوالين الغرز وربطي. يعني دي مفتحه اهي. هلف واربط برضو. تمام. وبعدين توهي خيطك بقى. تمام. هقص كده. هي الكوره بتاعتي ايه ثابته هنا وهنا. اتمنى تكون سهله عليكم يا بنات. متبخلوش بقى عليا باللايك والتعليق الحلو منكم. انا حبيت ان انا اعمله في فيديو لوحده علشان اللي محتاجاها تلاقي الفيديو لوحده. متبخلوش بقى عليا باللايك والتعليق الحلو منكم، وما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.